السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا، كل عام وحضراتكم طيبين. بجد وحشتوني. في فيديو النهاردة هنسيح مع بعض الزبدة الجاموسي، لكن بمكون هيوفر معانا، هيضاعف الكمية، هيدينا ريحة وطعم خيال. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. الحكاية بدأت معايا يوم الوقفة لما اكتشفت إن عندي كمية قليلة جدا من السمن، مش ممكن تكفي أبدا تحضيرات العيد. في الوقت ده رحت للفريزر ولقيت عندي حوالي كيلو وربع من الزبدة الجاموسي. عايزة أقول لكم وقتها افتكرت والدتي الله يرحمها لما كان يبقى عندها كمية قليلة زي دي توفر وتضاعف الكمية بالمكون اللي هنشوفه بعد شوية. جبت حلة ألمونيوم زي ما انتوا شايفين ونزلت بالزبدة بتاعتي، وبعد كده هرفعها على النار. مهم جدا ان النار تكون هادية. بفكركم اننا عندنا اكتر من فيديو على القناة لبديل السمن البلدي ولتسييح الزبدة. بعد كده بنقلب زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي. ناخد بالنا انها بتبقى سخنة جدا فنقلب بشويش. انا ما بشيلش الريم. هي لما بتدخل في مرحلة السوى بيبتدي الريم ده زي ما هتشوفوا معايا كده يبتدي يختفي. بتاخد معانا حوالي من ساعة لربع الساعة ل10 دقايق علشان توصل معانا لمرحلة السوى، ويفصل بقى أو تفصل عندنا المرتة عن السمنة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. نقلتها وصفيتها في بولة، وطبعا انتوا شايفين الكمية قد ايه. وهنيجي بقى للمكون اللي قلتلكم عليه بالظبط كده. أي نوع زيت نباتي متوفر عندك، لكن المهم إننا نبعد عن الزيوت، يعني نبعد عن زيت التومين أو أي زيت يكون ليه ريحة نفاذة. أنا نزلت بكوبايتين مجين من الشاي، مجات الشاي العادية. تقدري تضاعفي الكمية تخليها مماثلة، يعني تقدري تحطي كيلو قدام كيلو، مفيش فيها أي مشكلة. زي ما انتوا شايفين كده معايا حبايب قلبي. وبعد كده هشيلها في البرطمان بتاعي طبعا اللي أنا معقماه. أكيد شايفين الكمية اتضاعفت معايا وبقت قد إيه. وعايزة أقول لكم إني ما نزلتش الفيديو إلا لما اتأكدت وجربتها، وبجد بتمنى تجربوها وبتمنى تعجبكم. ده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى إنه يعجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، شير، اشتراك في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة.